يا فرقة المليار يا ابو 100 مليون انت وهو يا ابو 50 مليون، تيجي تقعد بجح 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 في نفسك تقول انا عايز 50 مليون و100 مليون، وانت في الاخر ولا قادر تجري ولا قادر تطلع الباص من رجلك. انت يا اسطى انت يا اسطى بتعمل ايه في حياتك عشان تلعب في الاهلي يا اسطى؟ عشان بتتكلم فرنساوي؟ طب ما أنا ممكن اروح اخد كورس فرنساوي، وانا كده كده راجل محترم واجي العب في الاهلي عادي يا اسطى. ايوه يا اسطى، هو ده الشناوي. انا برضو قاعد اقول انت بتتالق بقالك ماتشين ثلاثه، هو ده الشناوي اللي بيطلع يمسك الهوا بايديه. يا اسطى القرف اللي انت بتعمله ده ربنا يصلح حالك، بس ده انت قائد الفريق يا جدع. وانا واقف عند حاجه، كابتن وليد صلاح الدين بعد ما خلص الماتش راح يعترض على كابتن محمود بسيوني الحكم. انت رايح تعترض على ايه؟ خد لعيبتك يا باشا في اوضه اللبس وكورباك سوداني وطرقع فيهم. انت ماله الحكم؟ الحكم عمل اللي عليه، فاولات بيديك وكل حاجه يا باشا. انت بس اللي لعيبتك مهمله ومش قادره تطلع الباص من رجليها، فهموا كده بس يا جدعان الاول. خلاص اهو، ده ترتيب الدوري دلوقتي يا باشا. الزمالك عنده ماتش بكره وادي دجله، وشوف انت هتلاعب اصلا المصري الماتش الجاي، انت المصري هتلعبه الماتش الجاي قبل ما تسافر على كاس السوبر، ووراك وادي دجله وحوش ما شاء الله، والزمالك يلعب بكره. هو اي تعثر هتنزل المركز الخامس ولا السادس، احنا مش مقتنعين بكده والله يا جدعان. ولسه ما اقدرش احكم عليك، انت 3 4 ماتشات مش انت اللي هتشيل الذنب، انا هحكم عليك بعد فتره التوقف الدولي. واي اهلاوي هيحكم على الراجل ده دلوقتي معلش خدها مني انت ما بتفهمش. احكم على الراجل ده بعد التوقف الدولي لما نشوف افكاره ايه. بس انت احكم على الجهاز الفني، احكم على الجهاز الفني، ما تحكمش على الراجل ده.